السلام عليكم متابعين قناة يوميات حنان، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم واحد الوصفه جديده اللي هي القنيه. ان شاء الله غادي نديرو طاجين بالقنيه اللي كيجي زوين وبنين وحلو. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا عندي القنيه هنايا منقيه، سلخنا لها داك الجلد ديالها وكل شيء، المهم نظفناها مزيان. دابا غادي نوجدو الاقوام ديالها كيف ما كنتشوفوا، بحالها تقريبا بحال الدجاج بحال اللحم عادي، غير هي غادي نديرها اليوم انا في الطاجين. غادي نديرها بالزبيب كيف ما كتشوفوا، ما غادي نفزقو ما والو، انا غير غادي نغسلو غادي نخليه. ما كتشوفوا انا جبت دابا الطاجين وغادي ندير فيه داك البصله اللي كنت مقطعاها دوارات، قطع البصله دواور. غادي نفرش البصله هي الاولى، درت هنايا 2 حبات ديال البصله اللي جايين متوسطين موين، خليت واحد شويه، من بعد غادي نقطعو غادي نديرهم من الفوق. وعندي حتى مطيشه كيف كتشوفوا، اللي بغى يدير غير وحده بلا ما يقطعها دوارات، غير يحكها ماشي مشكل عادي بحال. وصافي بعد ما فرشت البصله ومطيشه، دابا غادي نحط القنيه ديالي. هي صراحه صبقه بحال هكذا، ولكن انا ما عجبنيش داك الراس ديالها، غادي نقطعو غادي نديرو في الوسط بلا ما يبقى بحال هكذاك باين. صافي دابا غادي نوجد له الشرموله ديالو، بقى لي تما واحد شويه ديال المطيشه والبصله، المطيشه حكيتها والبصله قطعتها بحال شلاضه درتهم من الفوق. دابا غادي نوجد ليها العطريه ديالها كما قلت لكم، عاديه بحال الدجاج بحال اللحم عادي. كنديروا هنايا شويه ديال الخرقوم، كنديروا القياس ديالنا، شويه ديال البزار تقريبا واحد نص معلقه صغيره، شويه ديال السكينجبير، درت معلقه صغيره ديال السكينجبير عامره، غير ديك معلق صغارين. صافي غادي ندير هنايا الزعفران الملون، هنا عندي واحد 2 فصوص ديال الثومه اللي كنت حكيتهم من قبل، وعندي شويه ديال القزبر معدنوس، تقريبا درت واحد معلقه كبيره ديال القزبر معدنوس اللي مقطعين رقاقين كيف كتشوفوا. وبطبيعه الحال غادي ندير الملحه القدر الكافي لكل، يعني كل واحد يدير القياس ديالو. وهنا غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير شويه ديال الزيت المائده العادي. غادي نخلط هذيك الشرموله ديالي، غندير فيها شويه ديال الماء باش تخفاف. وصافي كنلبي بها الطاجين ديالي. اما بالنسبه للماء كيبقى يعني كديروا القياس ديالكم، انا درت كاس ديال الماء ما زدتش عليه. وصافي دابا غادي نغطي الطاجين ديالي وغادي نديرو فوق البوطه يطيب على نار مهيله. انا درتو طاب على خاطرو، ما جهدتلوش كاع البوطه. هنا راه كتبان البوطه مجهده ولكن انا راه ما جهدتلوش، من بعد نقصت
وخليته حتى طاب على خاطره. صافي هنا غادي نغطيه وغادي نخليه. كندير له المعلقه بحال هكذا في الجنب باش حتى الا كان كيغلي ما يفيدش. هنا من بعد ما كان تقريبا طاب نص طيبه وجيت نشوف المرقه واش هي هذيك، واش خصني نزيد واش خصني. وزدت لها شويه، درت شويه من فوق داك القنيه ديالي باش كتجي عاطيه الكولور ما كتبقاش بيضه. صافي هنايا غادي ندير الزبيب اللي غسلت من قبل وخليته، غادي ندير عليها الزبيب وغادي نخليها طيب. انتما بقاو معايا شوفوا يعني التفاصيل. كيف ما كتشوفوا انا هنايا درت الزبيب الابيض، كاين اللي بغا يدير الزبيب الاحمر يديرو. هنا كان باقي خصها غير واحد شويه ماشي بزاف باش توجد. صافي كنغطي الطاجين ديالي وكنخليه يزيد واحد شويه، ومن بعد زينتها بشويه ديال المشماش. الا بغيتو تزينوها بالبرقوق اولا خليوها بحال هكذاك. هذا هو الشكل النهائي ديال القنيه ديالي كيف ما كتشوفوا. صراحه جات بنينه وزوينه وكنتمنى تجربوها ان شاء الله.